السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. أنا النهاردة طلعت بس عشان الناس اللي تواصلت معايا على الخاص وكانت بتسأل عليا وبتقول لي انت ليكي فترة ما نزلتيش فيديوهات. أنا يا جماعة دلوقتي احنا المدارس زنقت علينا، وبصراحة أنا بتكلم معاكم بكل صراحة عشان انتوا اخواتي وحبايبي. فانا دلوقتي الظروف معايا مش يعني اللي هي ومش مساعده ان انا مثلا اشحن واعمل فيديوهات كل يوم. فيا دوب يا دوب ماشيه معايا الدنيا كده على اني اقدر اوكل عيالي. وزي ما انتوا شايفين ده اوردر كده، واحده الصبح زبونه جابت لي شويه توم يجي مثلا 2 كيلو. انا دول اللي باجين منهم، يعني انا من الصبح من الساعه 9 الصبح وانا مكفيه بظهري عليهم وبعملهم علشان اخلصهم لها بدري، يعني قبل ما ترجع من شغلها. فدول اللي باجين معايا يعني عشان ما تملوشي، فما كانش ينفع اطلع اعمل الكمية دي كلها اللي كنت بعمل فيها. فقلت اطلع في شوية الباقيين اتكلم معاكم شوية بس. يعني الحمد لله انا اللي ممشي معايا الدنيا، يعني موضوع تجهيزات الاكل ده هي بس. يعني للاسف الموضوع ده مش بيبقى يومي يعني. فبحاول الفلوس اللي باخدها مثلا لما بيجيني تجهيز اكل بخلي منها لتاني يوم مثلا لحد ما ربنا بيفرج يعني. لكن انا الدنيا معايا مزنقة خالص، فعشان كده انا ما نزلتش فيديوهات الفترة الاخيرة دي خالص. يعني انا بقالي مثلا كام يوم ما نزلتش فيديوهات، ولسه برضو يعني عمالة افكر في اللي جاي وفي المدارس ودخلة المدارس، والله المستعان على كل حال يا رب. انا امبارح يا جماعة كنت تعبانة خالص. امبارح كنت قاعدة كده ومرة واحدة لقيت نفسي جبهتي دي عرقت خالص خالص خالص، وبتشر عرق، واطراف ايدي ورجلي اسفة ان آه، يعني سجعوا خالص، سجعوا خالص خالص يعني. حسيت برعشة في ايدي وتعبانة تعبانة بجد. فقلت الولد الكبير تعالى معايا بس اقيس الضغط، وبالفعل انا رحت انا وهو نقيس الضغط. بتاع الصيدلية قال لي ضغطك عالي 150، وهو الطبيعي بيبقى 120. طيب من ايه؟ قال لي انت بتنهجي وانت جايه لي من مشوار سفر بعيد، او جايه من مشوار بعيد ماشي. قلت له ابدا والله، ده انا البيت جنب الصيدليه ما فيش 5 دقايق مسافه حتى. قال لي لا، النهجة دي بتاعت كأن حد جاي من مشوار بعيد، لازم تكشفي وتطمني. وانا فعلا تعبانة والله، واقسم لكم بالله العظيم يا جماعة انا تعبانة جدا جدا جدا، ومش مرتاحة وحاسة في حاجة تعباني وجسمي تعبان وصحتي في النازل. انا فعلا والله العظيم صحتي في النازل، ما بقتش حتى اعرف يعني زي اي ام مثلا في عيل من عيالها غلط، ما بقيتش ان انا اقدر ازعج كتير ولا نهد كتير. قلبي بينهت وقلبي بيوجعني وبقعد انهد كأني كنت بجري. فانا عايزاكم تدعولي وتقفوا معايا في القناة، بالله عليكم تقفوا معايا في القناة، هيفرق جدا. انا نفسي القناة تتفعل، نفسي قناتي تتفعل، نفسي القناة تتفعل، والناس اللي بتحبني اخواتي الغاليين عليا يدعولي ان ربنا يساعدني ويسخر لي ولاد الحلال دايما اللي يقفوا معايا. فانا بطلب من اخواتي الغاليين عليا وبيحبوني تدعولي بس ربنا يقويني على عيالي، ربنا يقويني عليهم وعلى طلباتهم، بس ده اللي انا طالباه منكم. وربنا يعيني على الايام الجايه ومصاريفها. انا معايا يا جماعه 5، متخيلين؟ 5 انا الام والاب ليهم، ولا في ام ولا اب ولا اخوات حنينه. وبالمناسبة الناس اللي كانت بتسألني بتقول لي انت كنت تقصدي مين في الفيديو اللي فات، ان لو حد لا قدر الله في العيال حصل معاه مشكلة هيقلبوا ويعملوا مشكلة معاكي. يا جماعة انا اقصد ناس كتير. الناس كتير دول مين؟ انا مش عايزة اوضح بالتفصيل، لاني برضو مضمنش. انتوا عارفين اليوتيوب برضو يعني مفيش حد بيخفى عليه حاجة. انا محاصرة من على الجنبين، انا محاصرة من على الجنبين. جنب من ناحية يخصني انا، من ناحيتي انا، من جهتي انا، والجانب التاني اللي هو
ابو عيالي واهله وبتاع، يعني مش عايزة ادخل في تفاصيل. في ناس كتير مستنيالي على اي غلطة او على اي حاجة تحصل علشان يعرفوا يتشفوا فيا، يعرفوا ينتقموا مني، لاني انا دلوقتي انا استقلت بنفسي وبعيالي. فانا برضو انا شاربة المر وتعبانة معاهم وتعبانة في كل حاجة، في كل حاجة، ومتمرمطة حرفيا، بس مستحملة وصامدة علشان ما فرحش حد فيا، ولا ما خليش حد يمسك عليا فرصة، ولا حد يلوي دراعي. فاقفوا معايا بالله عليكم، اقفوا معايا، اقفوا مع اختكم. و يعني علشان انا ليا اخصام كتير، و يعني انا مش عارفة، انا نفسي اتكلم معاكم، يعني نفسي اتكلم، بس يعني مش قادرة يعني. فكل اللي اقدر اقوله لكم من غير توضيح، يعني انصروني، انصروني من بعد ربنا، وارفعوا راسي، ومن بعد ربنا اقفوا معايا في القناة، وخلوني كده محتاجش لحد. بصوا انا كنت فصلت الكاميرا شوية كده بريح ايدي، لاني بصوا ايدي والله انا زي ما قلت لكم ما قادرة حتى امسك كوباية مية بيها. فكنت بريح ايدي شوية كده وخلاص، يعني انا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، فقلت اصور معاكم شوية.